في بداية التسعينات عيلة انتقلت لبيت جديد في جورجيا في أمريكا، وبنتهم الصغيرة هايدي بدأت تتكلم مع شخص مش باين. كانت بتقول عليه الراجل العجوز اللي واقف في الجنينة، اسمه مستر جوردي. الموضوع كان غريب، بس في الأول افتكروا إنه خيال أطفال، لحد ما بدأت الطفلة تقول أسماء ناس تانية، ناس ماتوا من سنين. وأكتر حاجة مرعبة لما قالت لأمها أنا مش هنا لوحدي، في ناس كتير بتتكلم معايا. هايدي وايرك طفلة عادية جدا، عمرها كان 4 سنين. انتقلت عيلتها لبيت جديد في منطقة ريفية في ولاية جورجيا في أمريكا. بعد أيام قليلة من السكن بدأت البنت تقول إنها بتكلم مستر جوردي، وده راجل عجوز، وكانت بتوصفه بالتفصيل. لابس بدلة رمادي، شعره أبيض، وشه طيب، وكان بيقف عند الجنينة. أمها طبعا افتكرت إنها مجرد خيال طفلة، لكن الموضوع اتطور. هايدي بدأت تتكلم عن شخص تاني اسمه كون، وكان شخص غريب ووشه مخيف وعنيف ودايما بيزعق، وقالت إنه بيزورها بالليل وبيحاول يأذيها. بدأت الكدمات تظهر على جسمها رغم إن محدش بيقرب منها. هايدي قالت لأمها أنا مش هنا لوحدي، في ناس كتير حواليا وبيتخانقوا. الأم بدأت تسمع خبط على الحيطان والبيبان، نور بيفصل ويرجع لوحده، أصوات خطوات بتمشي في الممرات، الكلاب بتخاف وتهرب من مكان معين في البيت. واحدة من الجيران قالت إنها شافت راجل بيقف في الجنينة، نفس الوصف اللي هايدي قالته. العيلة جابت السيسي يبارك البيت، بس الأحداث موقفتش. جابوا باحثين من جامعة محلية أكدوا إن في نشاط غير مفسر. رجعوا يدوروا في تاريخ الأرض واكتشفوا مستر جوردي كان حقيقي، وكان صاحب البيت زمان ومات من فترة طويلة. كون كمان كان حقيقي، وكان راجل اشتغل عامل على نفس الأرض واتقتل في حادثة غامضة. القصة انتشرت واتعمل عنها برنامج وثائقي، وتم تحويل القصة لفيلم رعب مستوحي منها. في ناس بتقول إن هايدي عندها نوع من القدرة النفسية أو الوساطة الروحية. في باحثين قالوا إنها فعلا بتتواصل مع الأرواح، لأن المعلومات اللي بتقولها عن أشخاص ماتوا وما كانتش تعرفهم. وفي ناس تانية قالت إن العيلة يمكن كانت بتتوهم، بس في أدلة وكدمات وناس من بره العيلة شافوا حاجات برضو. قصة هايدي وايرك لحد النهاردة بتتقال في كتب الرعب، مش لأنها مخيفة بس، لكن لأنها مش لاقية تفسير. هل الأطفال فعلا بيشوفوا حاجات إحنا مش شايفينها، ولا البيت ده كان مسكون بجد؟
وتقولي رأيك تحت في الكومنتات. ولو عايز فيديو عن أغرب البيوت المسكونة التانية استنوني في الحلقة الجاية. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب.